دي الحلقة التاسعة والأخيرة من الموسم الأول، وعلى ما أعتقد كده لسه في مواسم تاني. المهم نشوف الحلقة دي ونعرف، وهسيب لك لينك الحلقة اللي قبلها في الكومنت المثبت وفي الوصف. بس قبل ما نبدأ يا ريت تصلي على النبي. بتبدأ الحلقة التاسعة مع كيوا، وكان لسه واقف عند البركان بتاعه واللي بنعرف انه مسميه الاله بيلي، وبيجي وقتها رئيس قبيلة وبيقول له معلش يا كيوا، انا كنت غلطان اني عارضتك، سامحني وانا هنضم لجيشك، اصل الاله بيلي قال كلمته واكد ان انت الملك الحقيقي. ساعتها كيوا بيرد عليه وبيقول له هو الموضوع كده سهل؟ يعني بعد ما شككت في شرعيتي ترجع لي كده ببساطة؟ وبيقول له لا، في ثمن لازم تدفعه. فرئيس القبيلة بيديله عصايه وبيقول له خد العصايه دي، ورثناها من جدودنا، وتقدر تقول انها رمز قوة القبيلة بتاعتنا. فواحد من رجالة كيوا خد العصايه وراح ضربه بيها. وساعتها كيوا بص له وقال له انا مش عايز العصايه، انا عايز صف اسنانك اللي فوق، اصلهم عاجبني وعايزهم منك. ورئيس القبيله ملقاش اي حل، راح ضارب نفسه لحد ما وقع اسنانه وقدمها لكيوا، وكيوا فعلا خد الاسنان ورماها في البركان وكانها قربان قبل ما يخلي القبيله تنضم له من جديد. بنروح للناحية التانية عند قبيلة كاميها، وبيديله رتبة زي وزير الدفاع كده. وبعد ما خلص نادى على كاهومانو ودخلها وسط المجلس، والرجالة اللي كانوا قاعدين اتضايقوا جدا ازاي واحدة ست تدخل المجلس بتاع الرجالة. لكن كاميها كمل كلامه وقال لهم كاهومانو هتبقى من أعضاء المجلس وكمان هاخد بمشورتها. والكلام ده طبعا ما عجبش الرجالة، بس علشان محدش يقدر يعترض على كلام كاميها سكتوا وما اتكلموش. الوحيد اللي كان فرحان بالموضوع ده هو كيانا، اللي كان مبسوط جدا ان كاهومانو بقت معاه في المجلس. وبعد كده كيانا قعد يتكلم مع توني وفتح له قلبه وقال له انه حياته زمان كانت سودة ومليانه معاناه بسبب لون بشرته، وانه شاف مواقف صعبه جدا. وتوني بيقول له انا من يوم ما جيت الجزر دي وانا حاسس ان مفيش فرق بيني وبين اي حد في الجزيره. فكيانا بيقول له الكلام ده صح، وعايز اقول لك ان احنا داخلين على حرب، لو حصل لي اي حاجه اعرف ان اهل الجزيره هنا بقوا زي اهلك بالظبط، يعني من الاخر انت دلوقتي واحد مننا. وتوني طبعا فرح بالكلام ده جدا وسابه ومشي. وفي اللحظه دي جه اخونا ماكي وقال له انا عايز اعترف لك بحاجه، احنا داخلين على حرب ومحدش عارف اذا كنا هنرجع منها ولا لا، وعلشان كده انا لازم اقول لك حاجه مهمه. انت لما غبت عننا سنه في الاول كنا مستنيينك، بس الوقت عدى وما رجعتش، واحنا افتكرناك انك مت خلاص، كنا مكسورين جدا وزعلانين عليك. وقتها انا لقيت نفسي بحبك ابوهي، وهي كمان حبتني، وبقينا سند لبعض. واللي عايز اعترف لك بيه ان احنا فعلا خناك. وقتها بنلاقي كأنا بيبص له شويه كده وسكت، وبعدها مد ايده لنماكي وقال له انت ما خنتش اخوك، انتوا الاتنين ما كنتوش عارفين ان انا عايش، انا خسرت ناهي ومش مستعد اخسرك انت كمان. وبعد كده بنروح لمملكة ماوي، وبنلاقي الملك كهاليكي قاعد مع ابنه كابولو، واللي كان ابتدى يتحسن شوية. والملك جاب صاحبه ابنه اللي كان بيسخنوا عليه وربط حبل حوالين رقبته علشان يخلصوا عليه. ساعتها كابولو اتدخل وقال له سيبه، بلاش تقتله، كفاية كده. والملك في آخر لحظة فعلا عفى عن حياته وقال لجنوده خدوه وانا هطهره بنفسي بعدين. المهم نرجع تاني لمملكة اوهايو، وبنلاقي كاهومانو راح تتكلم مع كيانا وبتقول له مالك وشك مقلوب كده ليه؟ كيانا رد وقال انا حاسس ان الموضوع كبير قوي، كيوا بقى معاه رجاله كهاليكي وكمان البركان اللي اسمه بيلي في صفه، انا حاسس ان الالهه كلها واقفه معاه. فكاهومانو بتحاول تهديه وبتقول له ما تخافش، احنا معانا الاسلحه المتطوره واللي هي طبعا البنادق والمسدسات، وكيوا مستحيل هيقدر علينا. وبعد كده كيانا راح يتكلم مع هيكي اللي كانت قاعده لسه حزينه على موت جوزها، وكيانا قال لها انا مقدر اللي انت فيه، واي كلام هقوله مش هيخليني احس باللي انت حاساه دلوقتي. وبعدين اداها بدله الحرب بتاعت جوزها ناهي، وساعتها هيكي بتقول له انا عايز اشارك معاكم في الحرب. فكيانا وافق وحضنها. وتاني يوم الصبح كل القبيله بداوا يستعدوا للحرب، وكيانا لبس البدله الحربيه بتاعته، وكاهومانو لبست الزي الجديد اللي بيدل على مكانتها الجديده، وكاميها كمان لبس بدله الحرب بتاعته، لكنه كان واضح عليه انه هو حزين. وبص لكاهومانو وقال لها انا زعلان على الناس اللي هتموت النهارده، ما كنتش عايز اوصل ان في ناس تموت سواء كانوا حلفاء او اعداء. وبعد كده كلهم اتجمعوا في المكان اللي بيصلوا فيه علشان يعملوا الطقوس الدينيه قبل ما تبدا الحرب. وهناك كاميها وقف يصلي بصوت عالي قدام الناس كلها، وطلب من الالهه انها تسنده في الحرب ضد كيوا. فجأة في ريشة طارت في الهواء ونزلت على كيانا. ساعتها كاميها حس إن هو الراجل الموعود وإن النصر هيكون من نصيبهم. وقتها كاميها اتحرك بالجيش بتاعه ناحية كيوا واللي كان متمركز عند البركان. في نفس الوقت ده البركان كان بيغلي وشكله مش طبيعي. المهم أول لما وصلوا كاميها قال يلا نبدأ المعركة الدينية. والمعركة الدينية دي كانت عبارة عن إن كهنة كاميها هيصلوا قدام كهنة كيوا، وكل واحد فيهم بينادي على الإله بتاعه. ولما كهنة كيوا دعوا الإله بتاعهم البركان اهتز جامد، فكيوا ورجالته فرحوا جدا. أما كاميها ورجالته اتوتروا شوية، لكن عزيمتهم فضلت قوية وقرروا إن هم يكملوا. وبعد ما خلصنا المرحلة دي أبو نوي طلع يتريق ويشتم في كاميها وفي شعبه كله، وقعد يتريق عليهم بالكلام وقال لهم انتوا معتمدين بس على كيانا الجبان اللي بيهرب من أي معركة، اللي مفيش مملكة إلا واتطرد منها، إزاي بتختاروا واحد زي ده؟ ساعتها كيانا بيطلع له وبيرد عليه وبيقول له انت نسيت نفسك؟ انت اللي طول عمرك بتتحايل على أي ملك علشان يديك شوية بواقي أكل، وبطنك دي مليانة من فضلات كهاليكي اللي بيأكلك زيك زي الكلب. وبيقول له انت عبد ليهم، يقول لك يمين تروح يمين ويقول لك شمال تروح شمال، دلوقتي بقيت كلب كيوا وماشي وراه زي العبد.
ووقتها بنلاقي ابو نوي اتغاظ وكلام كيوا ضايقه جدا، وعلى طول امر رجالته ان هم يرموا كيانه بالرماح. بس طبعا احنا عارفين ان كيانه عنده موهبه في موضوع الرماح ده، وبيقعد يتفاداهم ومفيش اي رمح بيجي عليه، وكان بيتكلم وبيتمشى بثقه وهو بيفادي الرماح كلها وكانه بيستهتر بيهم. وفي الاخر مسك رمح بايده وبص لجيشه وقال لهم شايفين رماحهم قد ايه ضعيفه؟ الناس دي ضعيفه وممكن نغلبهم في ثواني. وفضل فعلا يتريق عليهم، وجيش كيانه انفجر كله من الضحك، وضحكهم كان بصوت عالي، وده زود الغيظ جدا عند كيوا وابو نوي، وبقوا غضبانين اكتر من الاول. فكيوا بيقول لهم بصوت عالي الراجل اللي فيكم يجي لي هنا، وابو نوي على طول بعت الفرقه الاولى علشان تهجم عليهم، لكن قبل ما يلحقوا يوصلوا كيانه امر جيشه يضربهم بالرصاص، فخلصوا عليهم في لحظه. بعدها ابو نوي بعت الفرقه الثانيه، وبرضه حصل نفس الموضوع واتضربوا بالرصاص وماتوا كلهم. ساعتها كيانه بيؤمر جيشه ان هم يهاجموا، وبدات فعلا المعركه الكبيره. وكيانه كان بيقاتل من غير الاسلحه الناريه بتاعته، وكان بيقتل بكل قوه وكانه بياخد طار اخوه اللي مات. وهو وناماكي نزلوا غضبهم كلهم على جيش العدو، وتوني كان مشارك في الحرب كمان، وكان معاهم كهومانو وكاميها وكابوهي. وبعد شويه كيانه راح عند الكاهن بتاع كيوا، وبكل بساطه مسك الكاهن ده وخلص عليه وقتله، وبعدها مسك لسانه وطلعه من بقه. وكيوا وقتها اتجنن، لكن كيانه قرر يكمل المصيبه وراح اكل حته من لسان الكاهن. وفي اللحظه دي البركان بدا يثور شويه بشويه. وفي وسط الحرب ابو نوي راح هاجم هيكي للمره الثانيه، وبداوا فعلا يتقاتلوا. وطبعا ابو نوي كان اقوى منها وكان على وشك انه يخلص عليها، لكن كهومانو من بعيد ساعدتها وضربت ابو نوي طلقه في رجله. وهيكي استغلت الموقف ده وانقضت عليه. في الاول كسرت له كتافه، وبعدها طلعت سلاح مسموم بسم الورده اللي هي شافتها، وفضلت تغرس السلاح ده فيه مره في بطنه ومره في صدره، والمره الثالثه كانت في دقنه وفي الاخر في عينيه. بس ما خلصتش على كده، هيكي جابت حجر كبير وحشرته في بقه ونزلت برجلها بكل قوتها على راسه، وفعلا وقتها خلصت عليه خالص. وبنرجع للمعركة وبنلاقي حماس كيانه مولع الدنيا، وكان ماسك البندقية وبيستعملها بكل الطرق، مرة يضرب رصاص ومرة يضرب بيها كأنها شومة، والمرة الثالثة بيستخدمها كأنها رمح، يعني عمل بيها كل حاجة. وفي نفس الوقت ده كابوهي اتصابت إصابة خطيرة، لكن ناماكي لحقها وشالها بعيد، والناس حواليها اتأثروا بالمنظر. اما كيانه فواحد من رجاله كيوا رماه بالرمح، وكالعاده كيانه مسكه وضرب بيه واحد تاني كان جنب كيوا. الضربه كانت قويه لدرجه انه طار في الهواء، وفجاه البركان انفجر اكتر والارض تحتهم اتشقت، وابتدى البركان يبلع ناس كتير من محاربين كيوا. ساعتها كيوا فهم ان البركان ده مش اله ولا حاجه، بس رغم كده فضل يصلي ويترجاه وبيقول له ارحمني وسيبني اعيش. واول لما رفع عينه لقى كيانه قدامه، وكان مطلع المسدس علشان يخلص عليه، لكن قبل ما يضرب البركان انفجر بقوه كبيره جدا، وهما الاتنين طاروا كل واحد في مكان. واللي بنشوفه بعد كده ان كيوا مات وجسمه اتشوى في البركان، اما كيانه فوقع على الارض وما اتحركش. وكهومانو جريت عليه وحضنته وكانت بتعيط بحرقه وكانه جوزها اللي مات. وكاميها كان واقف باصص ومصدوم وما كانش بيتكلم، وابو كهومانو كمان كان بيتفرج على كل اللي بيحصل ده. في اللحظة دي كيانه بيفوق تاني فجأة، والناس كلها اتفاجئت ان هو لسه عايش. واول لما بيقوم بيحضن كهومانو قدامهم كلهم، والمحاربين كلهم في الوقت ده بدأوا يحيوا كيانه علشان هو اللي قادهم للنصر. لكن كيانه لما وقف قال لهم حيوا كاميها الاول، وكلهم فعلا حيوا كاميها، وهو كمان شاركهم التحية. ساعتها بناخد بالنا ان كابوهي في حضن ناماكي، وهيكي ماسكة البدلة الحربية بتاعت جوزها ومش عايزة تسيبها. اما كهومانو فبتروح تاني وتقف جنب كاميها، وكان واقف وساكت وبيشوف كل ده من بعيد. وبعد كده بنروح لمملكة ماوي، وهناك صاحب الامير كابولو بيروح للملك كهاليكي وبيقول له على كل اللي حصل في الحرب، وكمان بيأكد له ان كيانه لسه عايش. والملك كهاليكي اتبسط جدا وقال كويس ان هو لسه عايش، ده خبر حلو جدا، انا كان نفسي اطحن العظم بتاعه واشربه علشان اخد قوته. وبعدها بيأمره انه يجهز الجيش بتاعهم بسرعه علشان يهاجموا. ولحد هنا بتخلص الحلقة التاسعة والأخيرة من الموسم الأول. ويا ترى إيه اللي هيحصل في الموسم الجاي؟ قولوا لي توقعاتكم في الكومنتات، وما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم على خير في الملخص الجاي. سلام.